أهلا بكم. إذن ثلاثية مستحقة لكريستال بالاس من ما شاهدنا من أحداث ومجريات هذه المواجهة، والغريب أن الأمور تزداد سوءا لليفربول ومدربه في ملعبه خسارة اليوم. هو أول شيء فوز مستحق لفريق كريستال بالاس، كان هو الأفضل خلال مجريات كل مباراة. الشوط الأول كان أفضل، تمكن من تسجيل هدفين. في الشوط الثاني سيطر كذلك وخلق عدة فرص في ظل كما قلت الغيابات وكذلك الظروف اللي يعيش فيها فريق ليفربول. تمكن من تسجيل هدف ثالث وأضاع العديد من الفرص مع تغييرات اللي عملها كذلك المدرب فريق جلازنر. دخول أرتيتا ماتيتا أعطى إضافة أكثر على المستوى الخط الهجوم. وهنا الأهداف اللي شاهدناها صار الهدف الأول صار، ثم الهدف الكبير الهدف الجميل الثاني، عملية بين صار وبين لابينو يسجل الهدف الثاني تقريبا مع نهاية الشوط الأول. ولاحظنا أنه كان ضعف كبير على خصوص مستوى الدفاع. ثم هنا طرد صحيح، يعني كان هناك شد وكان هناك انفراد للمهاجم، طرد لاعب شاب صغير السن، كان هناك شد قبل. ثم يأتي الهدف الثالث مع نهاية الشوط الثاني. لاعب بينيو لاعب الإسباني لاعب مهاري يدخل عمق الملعب والتسديد الجهة اليسرى. أظن كان فوز مستحق. فريق كريستال بالاس استحق هذا الفوز الثالث هذا الموسم بعد ما فاز في الدوري وفي كأس الدرع الخيرية مع قبل بداية الدوري، واليوم يكرس هذا الفوز آخر كذلك. كريستال بالاس أصبح فريق قوي، فريق شاهدناه في العديد من المباريات يلعب كرة جميلة، وفريق تغير، أصبح فريق يعني يشكل خطورة ويشكل صعوبات على كل فرق الدوري الإنجليزي. نعم، إذن نتيجة إيجابية لكريستال بالاس تخرجه من حالة عدم الشك بثلاثية مستحقة أمام خصم نعم لم تكن بالتشكيلة الأساسية لكن في ملعب، وكذلك انتصار تحدث يوسف وحاتم عن أهمية هذا الانتصار من الجانب المعنوي. لكن الأمور تزداد سوء والسؤال يتكرر في كل مناسبة: إلى متى وماذا يحدث في ليفربول؟ إلى متى؟ أكيد الفريق لابد أن يستفيق. نتكلم كريستال بالاس لابد أن نمنح حق كريستال بالاس في الانتصار اليوم اللي كان فيه جيد واستغل ضعف الدفاع، كذلك تغيير أسلوب اللعب بالنسبة لليفربول، لعبه ب5 مدافعين. مع هذا أنه الأهداف التي ساعدت لاعب بينه في طلب الكرة، أنه جوميز هنا يتطلب اللاعب أنه الذكاء، الحس بالمكان، الحس بالفراغ، كذلك كان من قادر أنه لما اللاعب قام بطلب الكرة أنه فقط يكلم زميله أنه في لاعب طلب الكرة ويبقى في مكانه، كان سيعيق سهر على الانفراد في هذا الهدف الثاني. وهنا نتكلم على ذكاء، فجوميز مع مشواره الطويل وأنه اللاعب الأكثر خبرة في الفريق وهو اللاعب أقل ذكاء في هذا في الفريق الذي يلعب اليوم معنا في تمركز الهدف الاول والهدف الثاني. اللاعب الشاب الذي قام بادخاله من سوء حظه معنا الكارت الاحمر انه في اول مباراه دخل من اجل مساعده الفريق، لكن الفريق لا يساعد اللاعبين الشباب في الوقت الحاضر على التألق، لأن ظروف الفريق صعبة جدا للغاية خاصة على المستوى ذلك. كريستال بالاس لعب بشكل جيد، استغل المساحات، استغل الحالة الذهنية السيئة التي يمر بها ليفربول وانتصر، وإن كان هذا ليس الانتصار الأول وشاهدناه أمام الفرق الكبيرة على مستوى السوبر، على مستوى نهائي كاس الموسم الماضي لعب بفريق وانتصر، بمعنى أنه هذا الفريق جلازنر أنا عودنا عن أن يلعب أمام الفرق الكبرى بشكل جيد، ويعرف كيف ينتهج وكيف يلعب أمام الفرق التي تهاجم بشكل أكثر من ممتاز. هذا من جانب. الآن هل كريستال بالاس الذي خسر كذلك نجوم كبيرة في هذا الموسم، جيه نتكلم عن المدافع كذلك المنتخب الإنجليزي اللي كان محل اهتمام فريق ليفربول، فلا بد أن يحافظ. لكن كريستال بالاس أعتقد إذا استطاع أن يحافظ على جيه في هذه الفترة بالذات فمن الصعب أن يحافظ عليه معنا في الموسم القادم أقل شيء، لأنه كل اللاعبين تريد أن تذهب إلى فرق التي تنافس. بالنسبة لليفربول هذا الفريق الثاني إذا لم كل فريق يمكن له، لكن مع هذا أنه شاهدنا فرق ثانية بالفرق الثاني وتنتصر. اليوم تشيلسي بفريق ثاني وانتصر، أرسنال أكيد في بعض العدد وانتصر، سيتي كذا الفريق الثاني وانتصر. طيب هذا يعطينا حقية السؤال: هل بإمكاننا الحديث عن إقالة أنسلوت أم الأمر مبكر؟ تسأل في أنا؟ أسأل فيك وأسأل في يوسف والمشاهدين. أنا بالنسبة لي أنا صعب أن يقال بالنسبة لأنسلوت في هذا الموسم. أنا أرى أنه صعب أن يقال لما قدمه في الموسم الماضي، وانا ارى لو كنت في اداره ليفربول لدعمت المدرب. الان ادعم المدرب، يحتاج الدعم لانه الفرق التي غيرت
سأخذ لك بالمثال من تشيلسي التي غيرت العديد من المدربين، من مانشستر يونايتد التي غير كثير من المدربين، الفرق التي تغير ماذا تريد النتيجة. طيب فكرة الدعم في هذا التوقيت سأعطيك، لابد ان يدعم المدرب، لابد يدرب فني، انه لدينا الثقة فيه وسيبقى على راس الفريق. سأعطيك انا اليوم فريق ليفربول والكل يشيد وهو مدرب كفء ومدرب كبير ومدرب قدم اضافة لفريق ليفربول. كلوب كم قدم الموسم؟ 9 مواسم. هل الادوات نفس الادوات؟ الاسماء نفس الان الاسماء؟ دائما، لكن هو فاز باللقب سلوت. انا ليست معنى اقارن، انا اعطيك فقط كلوب قضى 9 مواسم. انا اتكلم على الكؤوس، اتكلم دوري وشامبيونز ليج. طيب كلوب استلم الفريق في حاله وسلم الفريق في حاله، هل هي نفس سلم الفريق لما يكون في حاله جيده؟ الموسم قبل ان يغادر الفريق كان سيء. قبل ان يغادر كلوب الفريق لم يفوز، لم يحقق ولا شيء، والفريق لم يكن في مستوى عالي. هذا من جانب، هذا من جانب. ثانيا انا اعطيك فقط على الالقاب، هذا ليس تقليلا من كلوب، انه مدرب ممتاز جدا، مدرب كفء وغير في العقليه وصنع فريق جيد جدا وكان ينافس سيتي الى اخر رمق، لكن في الاخير ما يحسب هو الالقاب. احنا نتكلم على الالقاب، من فاز؟ لا تنسى ان حقق دوري الابطال. لا قلت لك دوري ابطال ودوري. نعم دوري، لكن لما ناتي هذا المدرب اول موسم فاز بدوري. اول موسم كلوب قضى موسم 3 مواسم من اجل يحقق دوري، ثم كان ثاني. هو كان لما جاء كان يبني فريق، لانه لما جاء ما كانش صلاح، ما كانش كوتينيو، ما كانش فيرمينيو، ما كان ماني، يعني بدا يبني فريق مع فان دايك كذلك، انتدب فان دايك، فخذ تقريبا 3 سنوات لبناء فريق. من بعد 3 سنوات بدا ينافس. هو قال انا المفروض الاداره او الجمهور يحاسبني بعد الموسم الثالث معاك، لكن كنت في اول موسم فاز. كونتي في اول موسم فاز مع تشيلسي، لان تشيلسي في ذاك الوقت كان فريق مميز، فريق كان ينافس. سيتي معاك، انا اتكلم ليفربول كان بعيد عن المنافسه لسنوات. لا انا طيب حاتم نسمع من يوسف هذه وجهه النظر ونعطيه تحت الفرصه في مساله هل يمكن الحديث عن اغاله. انا اشوف الاسبوع المقبل سيكون حاسم بالنسبه له، لانه عنده استون فيلا وعنده ريال مدريد دوري الابطال. يعني لو ما حققش نتائج جيده اظن يبدأ ستكون هناك الحديث عن شك في مسألة. طبعا لأن صرفت أموال كثيرة هذا الموسم. صحيح أنه إدارة ليفربول هي التي تنتدب اللاعب ليس المدرب، وهذه إشكالية كذلك أخرى. هذه لأن المدرب إيجابية أم سلبية؟ لا، بالنسبة للمدرب يقول لك أنا مثلا لم أطالب بفيرتس ولا مطالب بهذا ولا مطالب باللاعبين هذو، لأن الإدارة التقنية هي التي تختار اللاعبين. لكن الأسماء في اختيارها في الفترة الأخيرة أسماء جدا مميزة مع فرقها وصاحبة إمكانيات. مع فرقها نحن نقولوا لاعبين كبار، لاعبين ولا واحد يناقش انهم لاعبين عندهم امكانيات، لكن لو سمحت حاتم في مساله ان اللاعبين من كانت اسماء كبيره، هي اسماء كبيره طبعا، ولا واحد يشك في هذه الامكانيات، لكن تاقلمهم مع نادي ليفربول مع اسلوب طريقه لعب الى غايه الان لاعبين لم يؤدوا المطلوب او المنتظر. إيساك مصاب، لم يبدا الموسم بشكل جيد، كانت هناك مشاكل مع نيوكاسل. فيرس قادم من دوري اخر الماني، طريقه اخرى، لعب اخرى، كان مع الفريق ليفركوزن يلعب بالثلاثه ويلعب دائما هو كلاعب حر كصانع العاب. طيب الان امور تغيرت، الدوري الانجليزي دوري قوي، اسلوب اخر، ظروف اخرى في الدوري الانجليزي ليس الدوري الالماني، القوه البدنيه ولاعب ليس ما عندوش القوه البدنيه كذلك، يحتاج الى وقت. تفضل. نسمع هو الهدف اليوم، من افضل فريق اليوم في الدوري الانجليزي يلعب كوره؟ ارسنال صحيح؟ ارتيتا لم يحقق ولا دوري الان، هذا ثالث ورابع موسم. ومع هذا انه فريق ارسنال واداره ارسنال تضع فيه الثقه الكامله، لانه غير من هذا المستوى من الفريق، واستطاع ان يرفع من مستوى فريق ارسنال وان يضعه في الواجهه. الدوري الانجليزي ليس كسائر الدوريات، ليس الدوري الاسباني الذي ينافس فيه فريقين فقط، وفي بعض الاحيان تجد اتلتيكو مدريد ينافس، لكن الدوري من اول الموسم تعرف برشلونه ريال مدريد فقط الذي سينافس على اللقب، من يخسر ب3 4 مباراتين خلاص الدوري للفريق الثاني. الدوري الانجليزي مغاير، فيه 4 5 فرق تنافس، والدوري الانجليزي فيه نسبة التنافس كبيرة جدا.
هذه لا تجدها موجوده في الدوري الاسباني، مع كل احترامي انا لا اقلل بمعنى من الدوري الاسباني، الدوري الاسباني كان سابقا دوري قوي، الان قل بكثير كما كان الدوري الايطالي في زمن التسعينات. هناك من ينظر ان الدوري الاسباني هو الافضل. لا هو ينزل، لا في الكلاسيكو افضل من الكل، فقط الدوري الانجليزي افضل دوري. الدوري الانجليزي افضل دوري. الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي افضل دوري. نعم. تنافسي، لكن هو تنافسي بشكل كبير. بل بالعكس لما تجد البطل يعاني هذا دليل على قوة الدوري، هذا دليل على قوة الدوري، هذا لا تجده في العديد من الدوريات. اليوم فريق ليفربول الإدارة تعلم أنه تغيير 5-6 لاعبين يعني إدخال معناها مجموعة جديدة، والتغيير سيأتي. خرج ماني، خرج فيرمينو، وفي دور بعد سنة أو 2 سيغادر صلاح، في تغيير جلد الفريق بشكل عام، هذا يأخذ في بعض الأحيان بعض الوقت. لكن الأسماء كبيرة تدعم الفريق في مسألة المحافظة، شاهدنا في هذا الموسم لا رجوع في المستوى، ولكن أن كريستال بالاس أخرج ليفربول في كأس الدرع الأخيرية واليوم في كأس الرابطة الإنجليزية. إذا كان فريق ليفربول أنا أتكلم على فريق ليفربول، وأنا سأعطيك أول موسم السيتي، اول موسم لما فاز تشيلسي باللقب مع كونتي، الكل طاح في جوارديولا وقال هذا المدرب هو فاكر انه يدور في دربي مش عارف شو دورة. فلو كانت الاداره تستجيب الى نقد النقاد لما حقق ما وصل اليه يعني السيتي. انت مع الصبر ومع الاستمرار، مع الاستقرار مهما كانت النتائج. الصبر حتى لو فاز باول لقب، الرجل فاز بالدوري. الحاله اللي يمر فيها حاليا لو حتغير لحظه، لو استمرت هذه المرحله الخسارات كم حتستمر؟ نقول احنا مش عارف، ممكن 4-5 مباريات. انا اتكلم على نفسي، انا ضد اتكلم انا على هناك جمهور كذلك اكيد، هناك اموال صرفت، بدات انتقادات. انا معك متفق، واصبحت ضغوطات اكثر على المدرب. انت لو غيرت ضغوطات على الاداره، انت لو غيرت المدرب ستاتي بمدرب جديد صحيح؟ نعم. من المدرب اللي ستقوم باستخدامه؟ قد يكون كلوب. اي لا كلوب صعب، هو قال كلوب صعب، لا ليس لانه لا يستطيع، لانه هو عبر قال انا لا افتقد لا الانفيلد ولا التدريب ولا الشغف للتدريب هذا، لكن هو مدرب كبير وسيدخل هو موجود في قلوب جماهير ليفربول. هذا اذا مدرب اسم يحتاج الى وقت والاندماج بس ستنتظر عليه صحيح؟ ستنتظر، لابد من الانتظار على اي مدرب سياتي، ستعطيه نص موسم ثم موسم قادم، واذا فشل في الموسم القادم ستقوم بإقالته صحيح؟ تأتي بمدرب وابقى بنفس طيب إذا الاختيار ماذا العمل؟ في حل وحيد، لو سلوت الموسم الماضي لم يحقق الدوري وخرج وهو حقق، ثم في هذا الموسم سيء، اوكي يعني ضريبة ان يحقق لقب دوري ان يستمر مهما كانت النتائج. شيبو لا يجب على النتائج تتحسن، لانه عنده كل الامكانيات، لانه الاداره جابت له لاعبين، يعني اي مدرب الحين يتمنى يكون عنده لاعبين، ترى عنده لاعبين على مستوى عالي، عنده إيساك مهاجم، عنده إيكيتيكي، عنده صلاح، عنده إيزاك، عنده فيرز. لماذا هذه القاعدة؟ لاعبين كإمكانيات فردية، لاعبين كبار. صحيح، صح ولا لا؟ لماذا هذه القاعدة لا تضعها على أرتيتا ولا تضعها على السيتي؟ كذلك جوارديولا. أرتيتا ما عاش هذه الفترة السيئة اللي عاشها سلوت، ما خسرش 5 مباريات متتالية. خلينا بمرتين. لا السيتي الموسم صح كلام شيبو فيها النقطة. شو؟ فيها النقطة. مش الموسم الحالي، نتكلم عن الموسم الحالي. هو هذا 5 مباريات متتالية. السيتي الموسم الماضي. اوكي السيتي، شوف السيتي استثناء لانه جوارديولا. لا لان هذاك الشيء اللي حقه جوارديولا قالوا كريديتس 30 و3 سنوات. لا انا مع استمرار جوارديولا. لكل قاعده استثناء، وقد يكون بيب جوارديولا واحد من الاستثناءات لكل قاعده، لكن هذا الرجل تحديدا الضغوطات والخسائر وصرف الاموال والامور التي دعمت من خلالها الاداره وكذلك. اسمعني، النتائج تاتي مع الاستقرار، كرة القدم تاتي الا بالنتائج. معاك انتقادات، حقق نتائج. طيب هذا اختلاف بين حاتم وشيبو. لا ما عندناش مشكله. لا في توضيح نسمع من شيبو. كرة القدم لا شوف، لا تعترف بالماضي، خلاص الموسم الماضي انتهى، فاز بالدوري خلاص انتهى، احنا في الموسم الحالي. على ريال مدريد الان لو يخسر مباريات راه انتقادات كثيره اكثر. صحيح، وينسوا انه حقق الالقاب، ينسوا ال 14 هذا نفس الامر يطبق مع سلوت مع ليفربول، 34 لقب في الدوري. الفريق الان هو يقول لك انا الحاضر، شنو الفريق شنو جالس يقدم الان، النتائج اللي يحققها الان ماذا صرف. تخيل ان ليفربول اكثر نادي في العالم صرف اموال هذا الموسم،
اكثر من 500 مليون باوند صرفت على اللاعبين. هو وارسنال قد يكون هو اكثر فريق، وبالتالي اين هي النتائج؟ يقول لك وين النتائج؟ انا صرفت على الفريق. موجوده النتائج يوسف، موجوده. انا قلت لك الان ليش ما هو التاريخ، ما معنى التاريخ؟ انا نتكلموا على 1980، نتكلموا على الموسم الماضي. اليوم هم الانتدابات الجدد ستاخذ بعض الوقت. يعني في موسم سابق حقق فيه اللقب ويستمر بنفسه النتائج. اذا اردنا بهذا السلوك، بمعنى اي مدرب يخفق في 4-5 مباريات سيتم بتغيير. يعني نعطيك مثلا يونايتد فريق كبير، يعني كل ما يفشل المدرب يتم تغيير. اعطيني ما النتائج؟ ما هي نتائج؟ هو يحاول، هو قد تكون في اختيارات غير مناسبه غير صحيحه. شوف اليونايتد حاله مختلفه، لان اليونايتد راه قاس يعاني منذ رحيل اليكس فيرغسون. كم سنه هو قاس يعاني؟ نعم تقريبا اكثر من 12 موسم 13 موسم قاس يعاني على مستوى. لما يوسف تقول كان عنده فريق ان حاله مثاليه في ليفربول، وهذه سوء النتائج غير مقبول، ما يحسن. طبعا لا، ممكن تكون مباراتين 3 مباريات، لكن لو استمرت هذه الحاله هذه والنتائج والخسارات في اسبوع حاسم في الدوري مع استون فيلا وريال مدريد في الابطال، لا اظن ان الاداره كذلك عليها ضغوطات من الجماهير لا تصبر على المدرب مهما كان الحال. فهي دائما هناك شخص سيدفع الثمن، هو دائما المدرب. ولا تذكرون لقب الموسم السابق طبعا. لكن هناك من يتفق مع حاتم في مساله الصبر حتى كانت سوء النتائج، وحاتم يفكر في مساله التجديد. شوف كل واحد عنده حاكم يفكر من شيء ثاني، جانب اخر. يقول لك الاستقرار مهم. يمكن المدرب الان ليس هناك مدرب جاهز الحين متاح في خيمة مدرب كبير لكي يدرب فريق ليفربول، يفكر في هذه الأشياء كلها. لكن أنا أشوف أن هناك ضغوطات، هناك لاعبين جدد، وكذلك هناك كذلك مطالب، لأن الجمهور ليفربول ما تعودش أنه دائما. تخيل أن الجمهور يروح كل مباراة يخسر الفريق، يخسر تقريبا 5 مباريات الان، وزيد على مباراه لو خسر ضد استون فيلا ولو خسر ضد ريال مدريد. تخيل كيف تكون نفسيه اللاعبين ونفسيه الجمهور. لازم يكون هناك تغيير اكيد. انا اعتقد هذا الشيء، لكن لا ادري انا اداره كيف تفكر اداره فريق ليفربول. لكن هذا شيء طبيعي، لان الجماهير تطالب بالنتائج، الجماهير بالمستوى، وتعمل ضغوطات اكثر على الاداره. بالتالي الاداره فهي لن تتحمل كل الضغوطات، بالتالي سيكون هناك كبش فداء او شخص يدفع الثمن وهو المدرب اكيد. طيب اذا الجماهير والاعلام والضغوطات والمدرب وكذلك اللاعبين عليهم دور حاسم في مساله ان يتحسن الفريق، وكذلك يبدا هناك عمل جماعي بانطلاقه جديده تولد خلال مباراة الدوري أو من خلال اجتماع للاعبين في مسألة أن يتحسن الصورة نسبيا. هو حاول، لكن إذا كانت هناك محاولة في مباراة اليوم، لماذا بدأ بالتشكيلة الاحتياطية؟ لأنه مباريات الكاس في الغالب يلعب بها بالفريق الثاني. طيب أنا عندي سؤال عندي. احنا نقولوا ما لعبش الاساسي، تخيل الاساسي لو ما فاش على استون فيلا وما فاش على ريال مدريد. لا انا لا اتخيل، انا لا اريد ان اتكلم بشكل عام. انا لا اقيل المدرب فقط، انا اتكلم على حتى لو خسر المباراه الجايه، حتى لو خسر المباراه الجايه يبقى لانه الاقاله من اجل الاقاله من اجل الاقاله فقط. هذا من سيكون مدرب؟ هل انت ضامن اليوم من ستاتي به أن سيقدم لك الإضافة؟ فكل شيء بالدراسة. التخبط أحيانا يكون مهم. ما هو جيد في ليفربول. أنا ما حسب متابعة ليفربول لسنوات، اللي براندن روجرز أخذ، بينيت سابقا أخذ وقت كامل، اليوم كلوب أخذ 9 مواسم. كل الفرق التي أخذت مدرب الذي أخذها وقت حق نتائج، وإن كانت النتائج بالنسبة لي ليست بالكبيرة. يعني تقصد أن لغاية الآن يحتاج إلى ليفربول من هذا الشكل وقت. لما كان هو يتكلم لك على الإدارة يعني. ليفربول كان يتخبط، وكانت يونايتد سابقا كان يونايتد السير أليكس فيرغسون هو الوحيد والذي يقرر، وكانت ليفربول تتخبط التغييرات، فكان النتائج سلبية واليونايتد حققت ما حققت. طيب. لما تغيرت المعادلة ليفربول أصبح يحقق النتائج، واليونايتد اليوم تعادلوا على مستوى الألقاب، على مستوى ألقاب الدوري، وليفربول أصبح بالشامبيونز ليج هو أكثر، معنا بالشامبيونز ليج هو أكثر تتويجا.
فاليوم اذا اردت تحقيق النتائج اي فريق سيمر بالمرحله السلبيه. تشيلسي لم يمر بهذه المرحله وسابقا كان يغير كثير. تتوقع ان تتعدل هذه المرحله ويجب سيتعدل؟ انا اذا اكيد سيتعدل، اكيد سيتعدل. طيب المرحله متى وكيف؟ متى انا لا ادري، لانه انا لست المدرب، انا لست المباشر، لكن سيمر. هل ليفربول ينقص امكانيات فنيه؟ اتكلم هنا امكانيات فنيه موجوده. طب دور المدرب، اكيد دور المدرب، يعني أكيد. الفتره اللي مر فيها سوء الاداء، ما شوف لو الفريق كان يؤدي بشكل جيد وما يحققش نتائج جيده، صحيح، انا اتفق معك، صحيح، نقول لك يجب الصبر على المدرب، لان تشوف هناك اداء، تشوف هناك فريق يصل يخلق فرص ولا شيء، لكن الان لا مستوى ولا نتائج، هذا هو المشكل الان. يعني تخسر وتؤدي حتى بالانتصارات. هناك من جماهير ليفربول وقت الانتصار لم تكن الحاله مثاليه من ناحيه الاداء. لا يبقى في الذاكره غير النتائج طبعا. فاليوم انه انت تريد ان تستمتع وتفوز، صح؟ صحيح. لما مع الاستمتاع تحقق اللقب فانت الافضل. صحيح، حاله مثاليه. لما نتذكر مره مورينو لعب السيتي وتوتنهام، وكان سيتي استحواذ يا 60 يا 70% استحواذ. طيب. وفاز توتنهام، فقالوا له انه سيتي استحوذ، قال لهم ساعديهم الكره هديه، يعني ساعديهم الكره. في الاخير ما انحسب 3 نقاط. مورينو دائما عنده تصريحات. طيب عندهم الحق ياخذ الكره، يعني محتاج 3 نقاط. متى 3 نقاط؟ انتصار. اليوم مثلا لو نعود الى العديد من الكرات سنتكلم على برشلونه وعلى البرازيل وعلى بايرن مع جوارديولا سنتكلم، لكن سنتكلم على مدريد من فاز باللقب. صحيح؟ فاليوم ما يبقى في الذاكره هو اللقب. ستقول مثلا، سأعطيك مثلا سيتي مع مدريد في المواسم الماضيه كان تفضل من مدريد، لكن مدريد ما حقق اللقب. في الاخير سيبقى عالق في الاذهان اللقب. فاليوم انا معك، اتفق مع شيبو انه ليفربول لا يلعب بشكل جيد، لكن الاستمراريه والاستقرار الفني سيقوم ليفربول وسيعود. هو الاستقرار مطلوب. لكن اللي ذكر يوسف في مساله ان الاستقرار الى متى؟ لا طبعا، انا اقول لك شوف، اي فريق يمر بمرحله فراغ، راه ما كاينش فريق يبقى بنفس المستوى، وتكلم عليها حاتم. دائما تجي فتره ان الفريق المستوى بينزل ويحقق نتائج سلبيه. المشكل اين في ليفربول؟ لان هذه الفتره هذه طولت. صحيح، طولت. متفق. يعني الفرق الكبيره، شوف الضغوطات، الفرق الكبيره تبوم مرحله فراغ ثم تعود بسرعه. يعني مباراتين 3 مباريات كاع ثم تعود. حتى انها شوف، حتى ولا ما تأديش بشكل جيد، اهم شيء انك تفوز. حتى ولا ما تأديش، صحيح. الفوز يخلي النتائج تغطي شويه على الاداء، بعد على ما يتحسن الاداء. لكن الان 4 مباريات 5 مباريات هذه يخسر فيها على التوالي. جميل. سلوت، وعنده مباراه استون فيلا، وعنده مباراة ريال مدريد. ممكن يفوز، ممكن تكون ردة الفعل، وممكن يتغير الموسم بشكل كامل. أفضل. نعم. لو يحقق الفوز في المباراة المقبلة. احنا نتكلم فقط، احنا نضع تساؤلات فقط. طيب. لو خسر، لو فهمت. نقاشكم جميل في مسألة تحليل وضع أرن سلوت مع ليفربول، لكن الفائز يحتاج إلى أن نعطيه حقه. فكريستال بالاس بانتصار مهم، وانتصار بثلاثية، وثالث مرة على ليفربول هذا الموسم. احنا قلنا انه كريستال بالاس استحق هذا الانتصار، ومباراته معنا واضح انه يتقن لعب 3-4-2-1 بشكل جيد، ولم يسرق انتصار، وكان هو الطرف الافضل. وشاهدنا الاهداف، بمعنى هذا الهدف الاهداف سجلها 3 أهداف، هذا دليل على تفوقه على جميع المستويات. وان كان ليفربول في اخر المباراه كان منقوص بعد الطرد اللي كان مستحق، وانا اعتقد كانت النتيجه قادره ان ترتفع الى اكثر لو كان التركيز كريستال بالاس يعني اعلى في المباراه. لكن هذا يعود الى سوء ليفربول، سوء التحضير، اكيد الغيابات، اكيد التحضير. المدرب يريد ان يقف على بعض اللاعبين، في العديد من اللاعبين حقيقه ظهروا بوجه سيء وسلبي. يمكن الضغط الموجود، وكذلك ذهنيا الفريق متاثر بسلسله الهزائم. وتعلم جيدا لما فريق كبير يمر بسلسله سلبيه
يكون أسوأ من فريق الذي يكون صغير، لأنه لما تكون أنت فريق في وسط الترتيب وفريق على إمكانياتك أقل، لما تتعرض إلى بعض النكسات فأنت قادر أن تقوم. لما فريق كبير متعود بالانتصارات ومتعود ويمر بالفترة السلبية تحضر الشوك والضغط يكون كبير. واليوم هذا الوضع الذي يعيش فيه ليفربول يمكن عنده مدة لم يعيش هذه الوضعية السلبية، فأكيد وضعية ذهنيا صعبة على الفريق. أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس كذلك، هذا الرجل الخبير ساهم في تحقيق تاريخ في تتويج لبطولتين تاريخيتين لهذا النادي، وكذلك انتصار ثالث على ليفربول وفي ملعب الأنفيلد. طبعا مدرب ممتاز، مدرب عنده خبرة وعنده تجربة، ومع فريق يعني جدا متواضع يعني يحقق بها النتائج. حقق كما قلنا أول مرة يحقق في تاريخه كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما فاز في النهائي على السيتي. بداية موسم كأس الدرع فاز على ليفربول، واليوم مرة أخرى يخرج فريق ليفربول من كاراباو كاب كأس الرابطة، وبالتالي مدرب عنده يعني معرفة وعنده دراية ويعرف كيف يتعامل مع المباريات الكبيرة. وشاهدنا حتى في عدد المباريات مع أرسنال الأسبوع الماضي كان ند قوي للأرسنال. أرسنال فاز بهدف واحد فقط وبصعوبة، وجدت مدى قوة فريق الكريستال بالاس وخصوصا مع المدرب كذلك جلاسنر. تحدث حاتم ويوسف كثيرا عن أرن سلوت مدرب ليفربول، من حق هذا الرجل أن يرد على حاتم ويوسف يدافع عن نفسه على راسه. نتابع. احنا خاطينا. ليلة صعبة، كيف تقيم أداء فريقك في مباراة اليوم؟ إذا أولا وأعتقد في أول نصف ساعة الأداء كان جيدا، ربما كان هنالك فرص أفضل لنصنعها، ولكن بعد أن استقبلنا الهدف الأول وقبل نهاية الشوط الأول الهدف الثاني كنت أعرف والجميع كان يعرف بالتأكيد في الملعب أنه من الصعب جدا أن تلعب أمام فريق يلعب بهذا التنظيم، ودائما ما وجدنا صعوبات عندما نلعب أمامهم، صعوبات في التسجيل كذلك في مرماهم في الآونة الأخيرة، وبالتالي كنا نعرف بأن الأمر صعبا جدا، وخاصة عندما تلعب بفريق لم يلعب مع بعضها البعض في الماضي. وهل تعتقد أنك عندما تضع لاعبين الشباب هل من الممكن أن يؤثر ذلك على الأداء؟ عندما ننظر إلى الأداء أعتقد عندما ننظر إلى لاعبين الشباب هم أدوا بشكل جيد، ولكن هي المرة الأولى التي يلعبون فيها مع بعضهم البعض في أنفيلد وأمام هذه الجماهير وأمام فريق صعب جدا ومنظم. ولكن إذا نظرنا إلى أداء اللاعبين الصغار كذلك والمستوى الذي قدموه، نعم الكثير منهم ربما ليس لديهم الخبرة، ولكن أن يلعبوا هكذا أعتقد أنها خطوة جيدة جدا، خطوة للأمام من أجل أن يستمروا في ذلك، من أجل المستقبل ومن أجل المستوى الاحترافي بالتأكيد. ولكن بالنظر إلى المباراة أعتقد أنه قدموا أداء جيدا. أهلا بكم، نذكركم في نتائج مواجهات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية. ليفربول يخسر في ملعبه بثلاثية مستحقة لكريستال بالاس، ثم أرسنال ينتصر بنتيجة هدفين لا شيء أمام برايتون، سوانزي يخسر أمام مانشستر سيتي 3 أهداف لهدف، وفرهامبتون 3 أهداف ل4 بانتصار مستحق لتشيلسي البلوز. نيوكاسل يونايتد انتصر بنتيجة هدفين لا شيء أمام توتنهام. وصلنا إلى ختام هذا الاستديو. شكرا نجوم هذا الاستديو محلي قناة سبيل سبورت. شكرا يوسف شيبو. شكرا حاتم طرابلسي.